واكتشفنا ان صاحبتنا حامل رغم ان هي مش متجوزة. لا كمان هي ما قالتلناش من الاول، وكانت مفهمانا ان بطنها اللي عمالة تكبر دي قولون مش اكتر. لحد ما في يوم من الايام واحنا في وسط حفلة لقيناها بتولد. يعني طول الشهور اللي فاتت دي كانت مفهمانا ان بطنها مجرد قولون مش اكتر، ووسط الحفلة اتفاجئنا ان هي بتولد. طبعا كلنا توترنا جدا، ما كناش عارفين نعمل ايه، فاخدناها بسرعة وطلعنا على الحمام. وقتها احنا كنا عبارة عن 4 بنات، كنا صحاب من واحنا في ابتدائي. كنت انا وصاحبتي الحامل وبنتين تانيين، حطيناها في البانيو بتاع الحمام، وهي طبعا كانت عماله تصرخ والبيبي بينزل وفي دم كتير بينزل منها، واحنا ما كناش عارفين المفروض نعمل ايه او نتصرف ازاي بالظبط. نفس الوقت الحفله كانت عماله تحلو قوي، واحنا اصلا كنا عاملين دماغ ومش عارفين نتصرف نعمل معاها ايه، وكان صعبان علينا قوي الحفله اللي بتضيع مننا دي. فاحنا قلنا لصاحبتنا اللي بتولد بصي، يعني ايه، احنا هننزل بس هنحضر الحفلة وهنرجع بعد كده نساعدك. ساعتها هي قعدت تصرخ في وشنا وقالت لنا ما تسيبونيش، انا مش هعرف اولد لوحدي. قلنا لها ما احنا مش هينفع نضيع الحفلة دي مننا يعني، وبعدين انت اللي فاجئتينا، احنا اصلا ما كناش نعرف انك حامل، يعني ما ينفعش تيجي في وسط الحفلة كده وتقولي لنا ان انت حامل وبتولدي، يعني وعي مشاعرنا برضك، احنا بقالنا كتير قوي عايزين نحضر الحفلة دي. واحنا التلاتة سيبناها ونزلنا، قلنا هنحضر لنا الحفلة ساعة واحدة بس وبعد كده هنطلع لها. وبالفعل نزلنا وقعدنا نحضر الحفلة وقعدنا نرقص واتبسطنا وقعدنا نشرب لدرجة ان احنا نسيناها اصلا. وفين لحد ما في نهاية الحفلة واحدة مننا افتكرت، قالت ايه ده، احنا نسينا صاحبتنا فوق، تفتكروا ولدت ولا لسه؟ ما تيجي نطلع نشقر عليها كده. فروحنا سيبنا الحفلة وطلعنا احنا التلاتة نشوفها هي وصلت لايه. ولكن فوجئنا لما دخلنا الحمام لقيناها ماتت. لقيناها كانت بالفعل ولدت والبيبي كان في ايديها، ولكن لقيناها هي ماتت والبيبي كمان ميت. مكناش عارفين نتصرف نعمل ايه. دلوقتي احنا قدامنا جثتين، ولو رحنا للبوليس البوليس هيعرف ان احنا سيبناها ونزلنا الحفلة، ودي في حد ذاتها تهمة اهمال، لان احنا سيبناها بتولد ونزلنا الحفلة. واحنا بقى هندخل في سين وجيم، واحنا اصلا ما نعرفش مين ابو البيبي ده، واهلها حتى ما عرفوش ان هي كانت حامل. طب نعمل ايه، نخرج نفسنا من الورطه دي ازاي؟ فقررنا ان احنا ندفنها، ولا من شاف ولا من دري، محدش يعرف عنها اي حاجه، محدش كان يعرف اصلا ان هي حامل، وكانها سفت او يا ماما هو ايه اللي حصل ده؟ حبكة الدبدوب يقع في المشهد. الحمد لله. نكمل القصة ولا كأن في اي حاجة حصلت. جسمي بيترعش. اوكي احنا وصلنا لحد فين؟ والله نسيت. قررنا ان احنا ندفنها. اصلا محدش كان يعرف ان هي حامل، وكأنها سفت او كأنها راحت في اي حتة، واي حد هيسألنا عنها اي حاجة نقول له ان احنا شفناها في الحفلة، بس نقول له ان هي اختفت فجأة وما نعرفش هي راحت فين. وبالفعل عملنا كده، شلناها من البانيو هي والبيبي الميت في حضنها، واحنا اخدناها في الارض اللي هي كانت ورانا على طول، وقعدنا نحفر في الارض دي، واحنا دفناها هي والبيبي بتاعها. ولكن واحنا بنردم يعني الرملة تاني فوقيها، سمعنا صوت عياط بيبي، يعني بيبي كده ايه بيعيط جاي من تحت. قلنا ايه ده، هو معقول البيبي يكون لسه عايش؟ ساعتها قعدنا نفكر نطلعه ولا نسيبه تحت، ما احنا لو طلعناه هيثبت علينا التهمة، ولو سيبناه احنا كده ندفن بيبي حي. فساعتها قلبنا ما قدرش يخلينا نعمل حاجة زي كده، في الاول في الاخر برضك ده ابن صاحبتنا. فروحنا شلنا الرملة تاني وبنبص نشوف البيبي اللي بيعيط، ولكن لقينا البيبي اللي كان في ايديها ساكت. اما الصوت ده جاي منين بالظبط؟ لقينا ان الصوت ده جاي من تحت صاحبتنا، واكتشفنا ان هي كانت حامل في توأم، وان في واحد خرج ولكن التاني لسه جوه. رحنا طلعنا البيبي، يعني اللي هو شدناه يعني من تحت صاحبتنا، ولدناها يعني الطفل التاني، ورحنا اخدناه وكملنا حفر، دفنا مامته واخوه التاني ده. تمام. بعد كده رحنا اخدنا البيبي ده لفيناه، مكناش ساعتها عارفين نعمل فيه ايه، البيبي كان لسه حي. فروحنا قررنا ان احنا هنحطه قدام اي بيت كده ايه عشوائي، صاحب البيت بقى ايه هو اللي يلبسه.
ونلفت احنا ايه من التهمة دي، ولا من شاف ولا من دري. وبالفعل دفنا صاحبتنا بابنها، واخدنا البيبي التاني اللي لسه حي وحطيناه قدام بيت كده عشوائي، واحنا جرينا بسرعة وعشنا حياتنا وكملنا حياتنا، واتفقنا ان السر ده هيفضل بينا احنا التلاتة وبس، ومحدش محدش تاني هيعرف عنه. انا كنت بحكي القصة على لسان واحدة من التلات بنات دول، تمام؟ دلوقتي بقى انا مش هحكي على لسانها، انا هحكي ايه اللي حصل للتلات بنات دول بعد كده. في خلال سنتين التلات بنات دول ماتوا بطرق غامضة. كانوا يبقى قاعدين في البيت بتاعهم عادي، يدخلوا عليهم اوضتهم يلاقوهم مدبوحين في سريرهم. مين اللي بيقتلهم في خلال سنتين؟ مين اللي قتل التلات بنات دول؟ ولكن قبل ما التلات بنات دول يموتوا كان كل واحدة فيهم عاشت حياتها واتجوزت وخلفت، والتلات بنات خلفوا تلات بنات تانيين، والتلاتة ماتوا بطرق غامضة. محدش عارف هما ماتوا ازاي. البوليس قعد يحقق ولكن موصلش لحاجة. والتلات بنات التانيين اللي هما البيبيهات ابهاتهم هما اللي ربوهم. وعدى على القصة دي 20 سنة، والتلات بنات اتربوا وعاشوا وهم ما يعرفوش اي حاجة خالص عن القصة القديمة، ولا حتى يعرفوا امهاتهم ماتوا ازاي. هو اصلا محدش يعرف الامهات دي ماتت ازاي. وكبروا وعاشوا، كل واحد عاش في حياة منفصلة، يعني هما التلاتة حتى ما يعرفوش بعض، كل واحدة اتربت وعاشت في حتة بعيدة عن التانية خالص. والتلات بنات دول كان اسمهم سماح وسميحة سموحة. لحد ما في يوم من الايام التلات بنات دول سماح وسميحة وسموحة وصل لهم مسج على موبايلهم من رقم مجهول، وبيقول لهم ان انتوا كسبتوا رحلة في بيت فخم جدا قصر، والرحلة ديت هيبقى مدتها اسبوعين، مدفوعة كل التكاليف. وبعت لهم صور البيت كان شكله خرافي، وان انتوا تقدروا تيجوا وتصطحبوا اي حد معاكم من صحابكم وتستمتعوا بالاسبوعين دول فور فري. فطبعا التلات بنات لما صدقوا دي رحله مجانيه من غير ما حتى يعرفوا الرحله المجانيه دي جات لهم بسبب ايه او مين اللي باعت او اي حاجه، ما اهتموش باي تفاصيل دي، وراحوا التلات بنات كل واحده فيهم اخدت صاحبها وانطلقوا على الرحله دي. وطبعا عشان التلات بنات يستمتعوا بالاسبوعين دول مع صحابهم من غير ما حد يغلس عليهم وكده، ما قالوش ولا قالوا لباباهم ولا قالوا لاي حد. كل واحده فيهم راحت شدت صاحبها معاها وراحوا ايه على الرحله دي. وبالفعل وصلوا للبيت، لقوا بيت جميل جدا زي قصر شكله تحفه روعه من بره. بمجرد ما وصلوا طبعا كل بنت شايفه التانية، هما ما يعرفوش بعض اصلا، كل واحده فيهم جايه وجايبه معاها راجلها، فقالوا قشطه يعني واضح ان هي رحله مشتركه فعادي يعني. وراحوا هما الستة دخلوا من باب البيت، ولكن بمجرد ما دخلوا البيت ده هما الستة لسه بيبصوا حواليهم عشان يشوفوا مين اللي موجود او يتكلموا مع مين، ولقوا فجأة باب القصر ده راح اتقفل عليهم، وفي حديد نزل من كل ناحية حوالين القصر ده، يعني اتحبسوا جوه. قعدوا طبعا يحاولوا بان هما يخرجوا من المكان ده ولكن معرفوش. الله، مين اللي ممكن يكون حبسنا جوه؟ قعدوا يدوروا على اي مخرج ولكن مفيش اي مخرج خالص موجود في القصر ده. بس اكتشفوا ان التلاجة المطبخ يعني بتاع القصر مليان اكل، متخزن اكل في التلاجة وبره التلاجة وفي كل حتة، زي ما يكون ان اللي حبسهم هنا عارف ان هما هيقعدوا لمدة طويلة جوه، سايب لهم اكل، اللي هو القتل الحنين رزق يعني. ما علينا. فضلوا هما الستة موجودين طبعا، كل كابل ما يعرفش التاني، فهم مش فاهمين طب احنا ايه اللي جابنا هنا، ايه المشترك ما بيننا، طب ليه الابواب دي مقفولة علينا، اللي قفلنا ده عايز من اللي قفلنا ايه، قصدي اللي قفل علينا ده عايز مننا ايه بالظبط. مش عارفين يوصلوا لحاجة لحد ما وهم قاعدين بعد ما عدى يومين بالظبط على حبستهم في القصر ده، سمعوا صوت سموحة وهي عمالة تصرخ، فراحوا جريوا عليها بيفتحوا عليها باب الأوضة، لقوها هي واقعة على الأرض عمالة تصرخ، ولقوا صاحبها مدبوح على السرير. طبعا كلهم اترعبوا بيسألوا سموحة مين اللي قتل صاحبك، قالت لهم معرفش، أنا كنت في الحمام بستحمى خرجت لقيته مدبوح على السرير. ده كده معناه ان في شخص سابع معانا في القصر، في قاتل معانا هنا، طب ممكن يكون قتله ليه، عايز مننا ايه؟ طبعا محدش فاهم حاجة.
وراحوا سابوا الولد اللي اتقتل ده ونزلوا كلهم ايه تحت. هو القصر دورين تمام، الاوض فوق والريسبشن تحت. فراحوا نزلوا تحت طبعا كلهم عمالين يفكروا مش فاهمين حاجه. فقالوا احنا هنطلع تاني نبص على الضحيه، يمكن نلاقي اي حاجه يعني توصلنا ونعرف ايه اللي حصل له بالظبط. بس لما طلعوا تاني لقوا الجثه اختفت، مش موجوده على السرير. السرير فيه دم مطرحه ولكن هو مش موجود. ساعتها الخمسه اللي متبقيين طبعا كلهم كانوا مرعوبين، مش فاهمين ايه اللي بيحصل. يعني القاتل ده موجود حوالينا دلوقتي، يا ترى هو مين؟ محدش يعرف. طب ليه اخد جثته ومحدش عارف؟ طبعا كلهم في البداية شكوا في نفسهم، حاسين ان القاتل هيبقى واحد من الخمسة دول. عمالين يبصوا لبعض، طب انت، ولكن محدش عارف مين. محتارين ومش عارفين ايه اللي بيحصل. مسكوا البيت قالوا احنا هندور، يعني احنا مش هنفضل قاعدين لحد ما القاتل ده يجي يخلص علينا احنا كمان، احنا اللي هنجيبه واحنا اللي هنخلص عليه. مسكوا القصر حته حته فتشوه، عمالين يدوروا، ما اصل في حديد على القصر فاكيد القاتل جوه مش هيعرف يطلع، موجود معانا في القصر. فتشوا القصر حته حته ولكن ما لقوش حد. الله، فضلوا كل يوم عمالين يفتشوا مش لاقيين حد. عدى اسبوعين كاملين على وجودهم في القصر وهم الخمسه من غير اي جديد، يعني عمالين يدوروا مش لاقيين حد، حتى القاتل ما ظهر لهمش تاني. والاكل الكتير اللي كان موجود في المطبخ بيخلص. طب اخرتها ايه؟ حد ما وفي يوم من الايام سماح وهي في اوضتها لاحظت ان في حاجه ملمس كده ايه مش مظبوط تحت السجاده بتاعتها. فبتقوم تشيل السجاده كده لقت زي في باب سري موجود في اوضتها. فراحت نادت على الاربعه التانيين وقالت لهم ده في ممر تحت الاوضه بتاعتي، يبقى اكيد ده الممر اللي بيطلع وبيخرج منه القاتل، يبقى هو اكيد تحت. احنا نفاجئه واحنا اللي ندخل عليه قبل ما هو اللي يدخل علينا. فالولدين اللي متبقيين عملوا، ما هم بقى رجاله 3 بنات بقى، قالوا بس احنا ايه، احنا اللي هندخل، احنا اللي هنجيبه في شوال. راحوا اخدوا سكاكين تمام وكده يعني ايه، وقالوا ايه استعدوا بقى. وراحوا فتحوا الممر ده ونزلوا جوه. والتلات بنات فوق مش عارفين ايه اللي بيحصل، ولكن فجأة سمعوا صوت صريخ الولدين دول، هم عمالين يصرخوا ومحدش فاهم من التلات بنات اللي بيحصل للولدين تحت. ولكن طبعا هما كانوا خايفين ومحدش كان عنده الجرأة بان هو ينزل وراهم. وبعد ربع ساعة بالظبط الولاد دول عمالين يصرخوا لمدة ربع ساعة، عمالين يستنجدوا بالبنات فوق. بعد ربع ساعة لقوا الصوت ده انتهى، يعني صوت الصريخ وقف. ولقوا فجأة يعني راس الولد ده وراس الولد دول راحوا اتحدفوا وطلعوا من الفتحة اللي كانت موجودة في الأرض. يعني كده الولدين التانيين ماتوا وما بقاش متبقي غير التلات بنات دول، سماح وسميحة وسموحة. التلات بنات راحوا يعني سابوا الأوضة يعني في راسين دلوقتي وفي دم وبتاع، فكانوا مرعوبين جدا. فسابوا الأوضة وطلعوا وقعدوا في الريسبشن تحت هما التلاتة طبعا ايه، وهما يعني حاضنين بعض كده ايه وخايفين جدا وعارفين ان الدور عليهم مش عارفين يعملوا ايه. فجأة لقوا نور القصر كله اتطفى عليهم، كل الانوار اتطفت. ولقوا التلفزيون اللي قدامهم في زي كان في تلفزيون كبير قوي محطوط في الريسبشن، شاشة يعني. الشاشة ديت فجأة اشتغلت ولقيت قدامهم في زي فيلم كرتون رسوم متحركة يعني اشتغل قدامهم. الكرتون ده كان بيشرح لهم القصة القديمة اللي حصلت لأمهاتهم. قال لهم كان يا مكان كان في 4 بنات صحاب من ابتدائي، عاشوا مع بعض سنين لحد ما في يوم من الأيام واحدة منهم غلطت وتسببت في ان هي كانت حامل وما قالتش لاصحابها، كانت مفهماهم ان دي مشاكل قولون مش اكتر. واكتشفوا ان هي بتولد في قلب حفلة، وبدل ما يساعدوها بان هي تولد سابوها في قلب الحمام ونزلوا هما يستمتعوا بالحفلة بتاعتهم. وعقبال ما طلعوا لها كانت هي والطفل بتاعها ماتوا. فبدل ما يبلغوا البوليس ويبلغوا اهلها، لا، دفنوها هي وابنها. وهم بيدفنوها اكتشفوا ان هي كانت حامل في توأم وان في طفل تاني. راحوا اخدوا الطفل ده وبدل ما يرجعوه لاهله اهل امه، لا، حطوه قدام بيت عشوائي ودفنوا الام وابنها وحطوا البيبي ده قدام بيت عشوائي وعاشوا حياتهم عادي خالص
ولا كأنهم عملوا اي حاجة. ولكن من حظهم الاسود ان البيت اللي هم حطوا قدامه الطفل ده كان بيت ساحرة. الساحرة ديت لما لقت بيبي لسه مولود قدام بيتها اخدته وقالت ان هي اللي هتربيه، ولكن طبعا كانت لازم تعرف ايه قصته بالظبط. وبالفعل عرفت قصة الطفل ده من خلال واحدة ساحرة بقى، فالموضوع مش كبير عليها، وقررت ان هي تنتقم للطفل ده. عشان كده في خلال سنتين كانوا التلات بنات دول ميتين في اوضهم ومحدش عارف هما ماتوا ازاي. والساحرة كملت في رباية الطفل ده لحد بعد 20 سنة، هي اللي كبرته وعلمته كل فنون السحر وبقى ساحر زيها. يعني هو كان ولد، اوكي، الطفل ده كان ولد وتعلم منها كل فنون السحر. مش اي سحر، لا، ده السحر الاسود. والساحرة دي ما كانتش مجرد ساحرة، لا، دي كمان كانت من عبدة الشيطان. وبعد 20 سنة وهي والولد اللي هي ربته ده اللي كان اسمه سامح، فهي وسامح كانوا بيحضروا لصفقة كبيرة قوي هما بيعملوها، وكانوا محتاجين يضحوا بثلاث بنات يقدموهم يعني كقربان اللي هو ويعوذوا بالله يعني. فسامح قال لها مفيش احلى من ان احنا نقدم الثلاث تضحيات دول بالبنات اللي كانت امهاتهم السبب في ان امي واخويا يموتوا، فايه رأيك بان احنا نجيبهم ونقدمهم كتضحية؟ بالفعل جات لهم الفكرة من هنا، وراحوا بعتوا الرسائل ديت للثلاث بنات وجابوهم دلوقتي في البيت ده عشان يعملوا التضحية بتاعتهم ويضحوا بالثلاث بنات دول ويقدموهم كقربان. طبعا القصة دي كلها اتشرحت على هيئة رسوم متحركة، فيلم كرتون. فبعد ما الفيلم خلص الثلاث بنات فهموا هما ايه علاقتهم ببعض، وفهموا هما ليه هنا بالظبط. وفجأة وسط طبعا ما النور كان ضلمة، هما التلاتة حسوا ان زي ما يكون في حد مسكهم وبيكتفهم في بعض، قعدوا يصرخوا مش عارفين يتحركوا. وبعد كده راح النور كله نور، ولقوا نفسهم هما التلاتة مربوطين كده بايديهم من ورا في وسط نجمة خماسية مرسومة على الارض، وهما اللي في النص. وبيبصوا قدامهم كده لقوا ست عجوزة قوي، عرفوا ان هي دي الساحرة. فبيدوروا على سامح كده لقوا سامح ظهر قدامهم. تتوقعوا مين كان سامح؟ سامح كان هو صاحب سموحة اللي اتذبح اول واحد، ولكن على ما يبدو ان هو ما كانش مذبوح ولا حاجة، كانت مجرد خطة مش اكتر عشان يخلع منهم. يعني صاحب سموحة اللي كان جاي معاهم في البداية كان هو سامح. المهم البنات طبعا كانوا مربوطين في وسط النجمة الخماسية وشايفين الساحر والساحرة يعني وسامح، وهما الاتنين ماسكين كتاب وعمالين يلقوا في التعاويذ. طبعا سموحة قعدت تستنجد بصاحبها اللي هو سامح انت نسيتني، احنا يعني كنا مقضيين وقت حلو قوي مع بعض، طب خرجنا انا وضحي بيهم هما، يعني اشمعنى انا، يعني طلعنا انا من الموضوع ده. سامح راح بصلها كده وقال لها هو انت تفتكري انا كنت بحبك يعني ولا ايه؟ انا كنت بس معاكي عشان نظبط ونحبك اللعبة مش اكتر يعني. وفضلوا يكملوا هما في قراءة التعويذ بتاعتهم، والتلات بنات كانوا مربوطين في وسط النجم. بس من حسن حظهم ان سماح كانت شايلة زي سكينة صغيرة كده حطها في جيب البنطلون من ورا، كنوع من انواع الدفاع عن النفس يعني عشان محدش ضامن يعني. فحاولت سماح وهي ايديها متكتفة لورا بان هي توصل للسكينة ديت، وقدرت ان هي تقطع الحبال ديت والبنات يفكوا نفسهم من غير ما سامح ولا الساحرة ديت يحسوا باي حاجة. وبالفعل فكوا نفسهم وقاموا وجريوا بسرعة، ومن حسن حظهم ان باب القصر كان مفتوح، كان سامح والساحرة فاتحينه خلاص بقى، هما كانوا فاكرين هما مكتفين البنات فكانوا فاتحين الباب. ولكن البنات عرفوا ان هما يهربوا ويهربوا من سامح ومن الساحرة، وقعدوا اتخرجوا برا القصر وقعدوا يجروا 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 لحد ما خرجوا من المنطقة دي خالص، ووصلوا لحد ما وصلوا للبوليس وحكوا للبوليس على كل حاجة. فالبوليس راح جه معاهم عشان يقبض على سامح وعلى الساحرة، ولكن بمجرد ما وصلوا القصر ما لقوش ولا ده ولا دي، ويدوروا عليهم بالايام والشهور ولكن معرفوش يوصلوا لهم. سامح والساحرة اختفوا تماما. وعلى الرغم من ان التلات بنات ما حصلهمش حاجة وقدروا ان هم يهربوا،
ولكن فضلوا عايشين طول حياتهم في رعب وخوف، حاسين ان سامح والساحرة هيرجعوا لهم تاني لان هم مازالوا حرين، البوليس ما قبضش عليه. وبكده تكون القصة انتهت. تفتكروا يا جماعة سامح والساحرة هيرجعوا تاني وينتقموا من البنات دول ولا هيسيبوهم في حالهم؟ تفتكروا انتوا ايه اللي هيحصل؟ وبس كده، دي كانت قصة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. دي طبعا مش قصة حقيقية يا جماعة، دي قصة من تأليفي انا اللي مألفاها، فاتمنى تكون عجبتكم. وقولي لو عجبتكم ولو حابين نعمل لها جزء تاني. طبعا زي ما قلت لكم دي قصة من تأليفي مش قصة حقيقية، والله تنفع قصة فيلم وفيلم جامد كمان يعني، فاهمين؟ محتاجة مخرج يكتشفني. ما علينا، لو اي حد يا جماعه مؤلف قصه وعايزني احكيها يبعتها لي على الانستجرام، وما تنسوش تعملوا فولو على التيك توك، بنزل قصص مختلفه على التيك توك وعلى الانستجرام، وما تنسوش تفعلوا الجرس هنا عشان لما انزل قصه جديده تعرفوا. وبس كده، يلا باي باي.